بصوا حبايبي الجمال اللي احنا عملناه دوت، تتاكل بارده تتاكل سخنه. شوفوا هي اصلا لما بردت متقطعه خرط ازاي، وهي سخنه طعمها جميل، وهي ايه بارده بتتقطع خرط. يلا حبايبي نصلي على النبي كده ونشوف المقدمه والطريقه مع بعض. يلا بينا حبايبي. بصوا حبايبي الصينيه الجميله اللي انا عملتها ديت جميله وخفيفه وروعه، كوسه بالبشاميل. اللي ما بيحبش الكوسه مطبوخه هيحبها كده كده، يعني لازم هيحبها بالبشاميل. روعه وخفيفه وصحيه وطعمها جميل جدا. واحنا عارفين طبعا فوائد الكوسه. انا طبعا ما صبرتش عليها وهي سخنه كده، غرفتها وهي سخنه. ولو سبتيها تجمد، مش تجمد تحطيها في التست تبرد عادي، مش شرط تلاجة، هتحسي انها تماسكت ومسكت. لكن وهي سخنه كده اهوت تحس انها ايه، ما صبرتش ان انا احطها لكم في التلاجة. طعمها تحفه يا حبايبي، هتعجبكم وروعه. اتمنى يا حبايبي تجربوها وتشوفوها معايا بتتعمل ازاي. يلا بينا حبايبي ونصلي على النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في معلومة مفيدة مع نام. النهاردة حبايبي هعمل لكم طريقة عمل الكوسة بالبشاميل. طبعا الكوسة معروفة مدى إن هي مثلا مفيدة جدا للجسم، وفي ناس كتير مش بيحبوها. الأكلة دي هتخليكم تحبوها جدا، في كبار وصغيرين ما بيحبوهاش. فأنا هعملها لكم. طبعا في بيطبخوها، في بيعملوها بكذا طريقه. انا هعملها لكم بطريقه جميله، اكيد مثلا شفتوها قبل كده او عملتوها قبل كده، بس عجبتني اللي هي الطريقه بتاعه البشاميل. وزي ما تعودنا ان احنا كل واحد يعرف فكره جديده يقولها للتاني ونستفاد من بعض. هقول لكم الطريقه الجميله دي بالبشاميل جميله. وانا اختصرت لكم وقطعت لكم الكوسه وحطيت عليها رشه ملح وفلفل، وبعدين شوحتها زي ما انتم شايفين كده اهو. اهو تتشوح على النار تشويحه حلوه كده اهو. اهي برشه ملح وفلفل بس. خلاص يا حبايبي زي ما انتم شايفينها كده. وبعدين نروح نعصج اللحمه مع بعض. احنا شلنا الكوسه يا حبايبي بعد ما دبلت اهي، دبلت واتشوحت يا حبايبي. ونرجع للحمه نعصجها. حطينا في طاسه بصله مبشوره، وحطينا زبده قطعه صغيره، يعني مش ما تحطيش كتير عشان اللحمه بيبقى فيها دهون. ماشي يا حبايبي. هندبل البصله نصفرها بس ما نحمرهاش، او تدبل عادي يعني. وبعدين نحط اللحمه. بنشوح البصله يا حبايبي في اقل زبده، عشان احنا مشوحين برضو الكوسه في زبده برضو واللحمه فيها، فعشان الموضوع ما يبقاش ايه السمنه كتير فيه ونسبه الدهون ما تبقاش عاليه. يا حبايبي كل اللي بستعمله في الاكله دي ملح وفلفل اسود بس، واخدين بالكم عشان ما اضيعش طعم الكوسه. اما احط بهارات وحاجات من دي بضيع طعمها. انا بقول ايه فكرتي، واللي عايز يزود براحته يعني. اهي بدات تدبل يا حبايبي اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بدات تدبل اهي، وهنحط اللحمه. عايزاها تصفر بس ما تحمرهاش قوي يعني. البصله اصفرت ودبلت اهي يا حبايبي. هنحط ايه اللحمه تفك بس عشان تنزل في الفريزر وارجع لكم. وملح وفلفل بس زي ما اتفقنا. حطيت يا حبايبي شويه ملح وفلفل اسود، ونغطي عليها علشان تستوي وتنزل العصاره اللي هي فيها. والكوسه هنا طبعا زي ما انتم شايفين عاملاها في الصينيه اللي انا هدخلها الفرن علشان ما افضلش انقلها. وطبعا حطينا عليها دول الكوسه طبعا حبيبه الثوم، كام فص ايه ثوم كده اهو، 4 فصوص ثوم بشرناهم كويس وحطيناهم ايه على الكوسه. عايزه تحطيهم على اللحمه حطيهم براحتك عادي. وهنا اللحمه بنعصجها اهي، كانت بس جامده معاها لحد ما نعصجها. هنا حبايبي طبعا زي ما انتم شايفين بتتعصج. هحط عليها بقى ايه برضو قطعه ثوم كنت ايه مفرزاها في الفريزر.
سواء توم في الفريزر سواء ايه توم فريش. حطيتها عشان تدي برضو ريحه وطعم للحمه. هي دلوقتي مع السخونيه هتبوش عادي. اهي بدات تفك يا حبايبي اهو، التوم راح فك، واخدين بالكم اهي بدات تتعصب اللحمه، والكوسه كمان اهيت محطوطه في الصينيه اللي احنا بنعمل فيها. يعني لا بنعمل مواعين كتير ولا اي حاجه، الحاجه اللي احنا بنعمل فيها هي دي اللي بنحط فيها، 2 بالاكتر، لان الواحد برضو مش حمل واقفه في الحوض كتير وان انت تغسلي وتعملي، يعني ايه مش بخلي، ما بحبش اخلي مواعين حواليا كتير. اهو صينيه للكوسه وحاجه بيتعصج فيها اللحمه. ولما اعصج اللحمه طبعا هحطها على الكوسه، هعمل مثلا البشاميل في نفس بتاعه اللحمه، يعني مفيش ايه اي حاجه فيها مجهود يعني قوي، الطبيعي اللي بنعمله في حياتنا اليوميه. اهي يا حبايبي اللحمه كلها اتعصجت اهي، نتاكد ان مفيش حاجه فيها ايه حمرا، كلها لازم تدبل اهي خلاص. والثوم مخلي الريحه فظيعه وجميله جدا. بعد ما اتعصجت كده يا حبايبي بتاعها هنشيلها ونحطها على الكوسه وارجع لكم. رجعت لكم يا حبايبي لما حطيت اللحمه كلها وسويتها كده اهو زي ما انتم شايفين على الكوسه في نفس الصينيه اللي احنا شوحنا فيها الكوسه. اهي يا حبايبي جميله جدا وريحتها يعني طعمها لذيذ جدا اكيد، يعني لاني جربتها قبل كده. وهي يا حبايبي في نفس الطاسه اللي احنا عصجنا فيها اللحمه هنحط فيها نعمل بشاميل، يعني لا مواعين بتتعمل وبتكتر ولا حاجه، ما هو الا موبايل ماسكه بس، حتى مفيش يعني حاجات جامده قوي يعني لدرجه جامده، احنا بنعملها بس عشان نستفاد من بعض القناه. اهو يا حبايبي هنحط مكعبين زبده ونحط عليهم معلقتين دقيق كفايه، عشان الكوسه مش زي المكرونه، الكوسه بشاميلها بيبقى خفيف نوعا ما يعني. كده يا حبايبي تاني معلقه اهي، هنقلبهم بقى لحد ما يصفروا كده يدوا لون ذهبي. وبرده شويه ملح بفلفل اسود. وطبعا الموبايل زي ما انتم عارفين ساب من ايدي شويه، فعادي يعني ما عدلتش القناه عادي يعني، ولا بعمل مونتاج ولا بعمل حاجات من دي، يعني العادي غلطه مش مشكله، المقصود ان احنا بنوصل لبعض فكره عجبتني فبعملها، يعني الخطأ ما بصلحوش بمعنى اصح، عادي يعني اللي بيشوف عادي كله علشان يشوف الطريقه ويشوف ان احنا بنعمل ايه والفكره اللي احنا عملتها وخلاص. هنا بقى نصفر معلقتين الدقيق زي ما انتم شايفين، وبعدين نحط عليهم اللبن بملح بفلفل بس. اهو يا حبايبي الدقيق اصفر، نحط بقى ايه اللبن ونقلب بقى على طول. طبعا كان ممكن احط مثلا في تحت الكوسه دي شويه بشاميل عشان الموضوع ما يلزقش وكده، لكن الكوسه بتنزل ميه عمرها ما هتلزق، اما بالنسبه للمكرونه بنحط عشان ما تلزقش، او ندهن سمنه او اي حاجه وتمسك كده، تبقى الخرطه بخرطتها في المكرونه دي، برضو بتبقى الخرطه بخرطتها لما تجمد وتسخن، والطعم ده بيبقى فظيع يعني، كله اللي ما بيحبش الكوسه هيحبها لاني جربتها قبل كده. حطيت هنا برضو على البشاميل ملح وفلفل اسود بس، واخدين بالكم يا حبايبي. وطبعا مش هنحط بيض في المكرونه البشاميل اللي فيه بيحطوا بيض على الوش، انا بحط برضو في البشاميل نفسه بيض، بس بيضه واحده بس، واخدين بالكم، لانها اصلا بيبقى فيها كده هيحمر الوش من غير اصلا بيض، فهي بيضه واحده اللي بحطها على البشاميل، لان طبعا محمرين الدقيق في السمنه فده بيدي تحمير للمكرونه على الوش، لكن دي مش هحط بيض خالص في الكوسه، كده هتحمر. اهو يا حبايبي البشاميل اللي اتعمل اهو جميل اهو زي ما انتم شايفين، هنحطه بقى على الكوسه وارجع لكم. اهو يا حبايبي غطينا الكوسه كلها بالبشاميل، وزي ما احنا عارفين لو دي مكرونه كان البشاميل يبقى اكتر من كده، لكن دي كوسه عادي البشاميل المفروض ما يبقاش كتير. اهي يا حبايبي الريحه ما اقولكوش بقى، فما بال بقى اما تطلع من الفرن كده بقى هندخلها الفرن تستوي
واطلعها لكم. لو حطيتوها، لو في فرن، في حسب الفرن بقى، كل واحده حسب فرنها، ممكن تفتحي الشوايه بعد الفرن شويه، في ما الفرن ما بيعملش بيحمرش كله، تفتحي الفرن وبعدين بعد شويه تفتحي الشوايه. انا هحطها في الفرن بيحمر من هنا ومن هنا، من فوق ومن تحت. يا حبايبي دخلناها الفرن تستوي وارجع لكم. بصوا يا حبايبي هي في الفرن ازاي بتغلي ازاي، وان انا ما حطيتش بشاميل تحت بقى غير المكرونه، ان الكوسه بتطلع ميتها فوق اهي، وفي النهايه هتنشف يعني مش هتلزق. وبسم الله ما شاء الله الريحه روعه. بصوا يا حبايبي دلوقتي الكوسه طلعت سمنه من على الوش، بعد ما كانت ميه، الميه ايه اصبحت بقت السمنه اللي حطينا. عشان كده بقول ما نحط السمنه كتير، علشان طبعا اللحمه فيها والبصله فيها والبشاميل فيه، فايه نقلل بقدر الامكان عشان الحاجه اللي بناكلها تكون صحيه. وهنا حبايبي فتحت لكم الشوايه، انا ممكن ايه عشان استعجل واوريها لكم، وممكن احطها عادي في الفرن على طول، بس انا فتحت الشوايه عشان ايه تحمر على طول واوريها لكم. هي حبايبي بصوا هي تحت الشوايه برضه، الزبده اللي فيها والمواد الدهنيه اللي اتحطت، فكل ما نقلل من الدهون كل ما يبقى ايه احسن. ما اقولكيش بقى يعني بصراحه الريحه خطيره خطيره، والطعم هيعجبكم جدا. اللي مش هياكل كوسه هياكلها، احلى بكتير من اللي بتعمليها بطماطم، دي اخف كمان. وكمان اللي بالطماطم مش بتبقى مستحبه لبعض الناس زي الكوسه والبشاميل، دي خفيفه وهتعجبكم جدا. رجعت لكم لما الكوسه طلعت من الفرن يا حبايبي، يعني بصراحه ريحتها تحفه تحفه، وتحسوا انها ايه يعني جميله جدا جميله جدا جدا بصراحه. اهي هنشوف لكم بقى، هعرفكم انها ما بتلزقش ولا اي حاجه. اهي مش زي المكرونه بشاميل اللي هتحط حاجه. اهي شوفوا، والكوسه مستويه والشكل تحفه ازاي اهو. نرجع مع بعض للطبق. بصوا الكوسه زي الزبده، بصوا، وريحه جميله مع البشاميل، وممكن تعملي جنبها رز ابيض. اهي يا حبايبي مش مستويه خالص، واخدين بالكم لان الكوسه واخده تشويحه. وهنا يا حبايبي بصوا اهي ريحتها فظيعه. والكوسه طبعا لما اتحطت في الفرن خدت من اللحمه. ممكن تلخبطي على فكره اللحمه على الكوسه كلها، وممكن تحطي الكوسه على الوش زي ما انا عملتها اهو كده اهو. فظيعه يا حبايبي، روعه وجميله جدا. اتمنى يا حبايبي ندعي دعوه كده لاهالي غزه، ونصلي على النبي، ونجرب الكوسه دي هتعجبكم جدا. وبالهنا والشفا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.